الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. سؤال فيزيائي بيطرح نفسه على كل شخص مهتم بالفيزياء، هو إزاي العناصر الكيميائية جت في الطبيعة؟ احنا كلنا عارفين إنه أو بقينا فاهمين إنه إزاي نشأت مثلا جسيمات زي الباريونات اللي هي البروتونات والنيوترونات نشأت في لحظة الانفجار العظيم. لكن السؤال اللي بيطرح نفسه إزاي العناصر الأتقل مثلا زي الكربون اللي بتكون منه أجسامنا إزاي نشأت في الظروف البدائية بتاعت نشأة الكون أو حتى نشأة المجرات. إزاي العناصر دي جت في البداية؟ تقدر تقول إن أجسامنا بتتكون من عناصر مختلفة من المادة الباريونية. وقلنا المادة الباريونية اللي هي البروتونات والنيوترونات، لأن احنا بنهمل كتلة الإلكترونات لأنها ضئيلة بشكل كبير عن البروتونات والنيوترونات. فتقدر تقول إن أجسامنا مكونة من عناصر مختلفة من المادة الباريونية، ومش وعلى عكس الاعتقاد إن الكون بيتكون من الهيدروجين كعنصر أساسي، فإذا كل الأجسام فيها هيدروجين وهيليوم بشكل أساسي. لكن أجسامنا فيها نسبة من الهيدروجين، لكن أجسامنا ما بتحتويش على أي من الهيليوم. وتقدر تقول إن كل العناصر اللي موجودة في أجسامنا جت أو اتكونت في أحد النجوم، وعلشان تتكون في أحد النجوم زي ما هنشوف بعد كده بتحتاج لوقت طويل، يعني يمكن بيوصل لمليارات السنين. لما بتشوف نجم لامع في السماء، العلماء بيقولوا لك ان انت تقدر تحسب الحرارة الداخلية بتاعته عن طريق ان انت بتحسب الكتلة بتاعته والجاذبية بتاعته، فتقدر تحسب الحرارة بتاعته، لأنه الحرارة هي مصدر القوة اللي بيعاكس قوة الجاذبية، لأنه عنده قوة جاذبية بسبب الكتلة بتاعته. قوة الجاذبية بتضغطه فممكن ينكمش، فأنت تقدر بدقة تحدد الحرارة الداخلية بتاعته اللي هي تساوي اللي بتدينا القوة العكسية اللي هي بتعاكس الجاذبية، فبالتالي ما بتخليش النجم ينكمش على نفسه. بالطريقة دي العلماء تمكنوا من حساب درجة حرارة نجوم زي الشمس مثلا، والحسابات بتاعتهم بتقول ان درجة حرارة الشمس بالتقريب حوالي 15 مليون كلفن. والمصدر اللي بيخلي الشمس تحافظ على وجودها وانها ما تنهارش بفعل الجاذبية بتاعتها اللي هو تحويل عنصر الهيدروجين بالاندماج النووي للهيليوم واطلاق طاقة من العملية دي عن طريق معادلة ألبرت أينشتاين بتاعت النسبية اللي هي E = mc²، أو الطاقة بتساوي الكتلة مضروبة في مربع سرعة الضوء. فمن هنا بتحول ذرات الهيدروجين لهيليوم وبينطلق كمية من الطاقة. في حالة لو احنا بنفس الطريقة لو احنا جبنا 4 ذرات هيدروجين وحسناهم أو عملنا لهم حس إن هم يتحدوا مع بعض علشان نفهم هي ايه كمية الطاقة اللي بتنطلق من التفاعل اللي بيحول الهيدروجين لهيليوم وبيحافظ على عمر النجوم زي الشمس. لو احنا جبنا 4 ذرات هيدروجين وحسناهم على التفاعل عشان يكونوا ذرة هيليوم، بتنطلق كمية طاقة حوالي 287 من 10,000 وحدة كتل ذرية، يعني حوالي 7/10% من كتلة ال4 ذرات هيدروجين. فكرة اتحاد احنا عارفين ان ذرة الهيدروجين تمثل البنية الأساسية للكون لأنها عبارة عن بروتون واحد بس موجود. فتقدر تقول ببساطة انه الهيدروجين عبارة عن بروتون. ففكرة ان انت تخلي 4 بروتونات يتحدوا مع بعض في نواة واحدة، ال4 بروتونات دول لهم شحنة موجبة، فبالتالي في قوة تنافر ما بينهم، قوة تنافر كبيرة في الفيزياء الكلاسيكية بتمنعهم ان هم يتحدوا مع بعض. فازاي ده بيحصل؟ اللي بيحصل في ظروف متطرفة من درجة حرارة كبيرة وضغط عالي ان ال4 بروتونات دول بيفضلوا ينضغطوا لغاية ما يقربوا من بعض بصورة كبيرة. في الوقت ده لما بيقربوا من بعض تحت ضغط عالي ودرجة حرارة عالية بتشتغل قوة اسمها القوة النووية القوية. القوة النووية القوية هي المسؤولة ان هي تربط البروتونات ببعض داخل نواة الذرة، بالرغم من ان هم بينهم تنافر بسبب ان شحنتهم موجبة شحنة مساوية. فتقدر تقول بالآلية دي ان هو
لما يبقى في ظروف معينة متطرفة شوية عن الظروف اللي احنا نعرفها، من ضغط عالي ودرجة حرارة عالية، البروتونات دي بتنضغط وتقرب من بعضها بشكل كبير للحد اللي بيسمح للقوى النووية القوية انها تشتغل وتحبس البروتونات مع بعض في نواة واحدة. زي ما بقول لك انه بالنسبه للفيزياء الكلاسيكيه الموضوع ده مش سهل، او تقدر تقول ان هو مستحيل بالنسبه للفيزياء الكلاسيكيه، ان هو في جسيمات زي البروتونات لها شحنه واحده، فالمفروض ان هم بيتنافروا، مستحيل ان انت تجمعهم مع بعض في كيان صغير زي الذره. لكن اللي بيسمح للموضوع انه يحصل هو الطبيعه المزدوجه حسب ميكانيكا الكم، انه البروتون زي الالكترون او زي اي جسيم ذري له طبيعه مزدوجه، يعني بيتصرف على انه جسيم وبيتصرف على انه موجه. فلما البروتون بيتصرف على انه موجه بيحصل تداخل للموجه بتاعت احد البروتونات مع البروتون الثاني، ففي الحاله ديت لما بيحصل التداخل ده بيسمح للقوى النوويه القويه زي ما قلنا انها تشتغل وتحبس البروتونات مع بعض في نواة ذرة واحدة. زي ما قلنا ان تفاعلات زي ديت بتحصل في ظروف متطرفة من الضغط ودرجة الحرارة. مثلا عندك في الشمس اللي بيحصل فيها التفاعلات ديت، بتحصل التفاعلات دي في قلب الشمس اللي بيمثل حوالي ربع المسافة من، لو انت قلت ان دي مركز الشمس، قلب الشمس بيمثل ربع المسافة من نقطة القلب لغاية طرف الشمس، او تقدر تقول ان قلب الشمس بالصورة ديت بيمثل 1.5% من حجم الشمس الكامل. الشمس الضغط مثلا عشان تفهم الظروف المتطرفة اللي بتخلي تفاعل البروتونات مع بعضها يتم داخل قلب الشمس، الضغط بيوصل لحوالي 300 مليار ضعف الضغط على كوكب الأرض. وبسبب الضغط الهائل ده تقدر تقول فعلا إنه قلب الشمس بيمثل 1.5% بس من حجم الشمس كحجم، لأنه مضغوط بشكل كبير. لكن بالرغم من إن هو بيمثل 1.5% من حجم الشمس، لأنه قلب الشمس بيحتوي على نص كتلة الشمس. في الظروف ديت درجة حرارة قلب الشمس زي ما قلنا بالتقريب حوالي 15 مليون كلفن، لكن في الأطراف من الشمس بتقل درجة الحرارة شوية، بتوصل ل 13 مليون كلفن. زي ما قلنا ان الظروف في قلب النجم، او على سبيل المثال الشمس، ظروف متطرفة بالنسبة للمنظور البشري، لان احنا درجات حرارة زي ملايين الكلفن دي مش معتادين عليها، او يمكن ما نفهمهاش حتى لما بنسهر معادن زي الحديد او المعادن اللي بتتطلب درجات حرارة كبيرة، ما بنوصلش لدرجات حرارة كبيرة بالشكل ده. لكن بالنسبة للكون دي درجات حرارة مش متطرفة ولا حاجة. والأدلة بتقول إنه حتى بالرغم من قلب النجوم بتوصل درجة حرارة لملايين الكلفن، إلى إنه لحظة الانفجار العظيم ساعة نشأة الكون كانت درجة الحرارة أكبر من كده بملايين المرات. لكن الفرق ما بين نشأة النجوم أو نشأة قلب النجم واستمراره بتختلف عن لحظة الانفجار العظيم، إنه قلب النجم بيفضل مستمر في العمل ملايين بل وممكن مليارات السنين، لكن لحظة الانفجار العظيم شهدت دقائق معدودة وانفجرت النقطة اللي نشأ منها الكون وبدأت تتمدد بسرعة كبيرة. الظروف اللي بتؤدي لنشأة المواد داخل قلب النجوم، وزي ما قلنا قطعا ان كل المواد الثقيلة اللي هي اتقل من الهيدروجين والهيليوم اتكونت في وقت من الاوقات داخل قلب النجوم. علشان تبقى فاهم النقطة دي، داخل قلب البروتونات اللي هي تقدر تقول بتمثل عنصر الهيدروجين بتتحرك في كل حتة وبتخبط في بعضها، لكن البروتون بياخد مدة حوالي مليار سنة علشان يتحد مع بروتون تاني، وبعد ما يتحد يعني البروتون بيفضل حر في قلب النجم، أو ذرة الهيدروجين بتفضل حرة في قلب النجم لمدة مليار سنة لغاية ما تتحد مع بروتون تاني أو ذرة هيدروجين تانية، ويجي يتلزق عليهم ذرة هيدروجين تالتة عشان يكونوا نواة عنصر الهيليوم 3. ونواة عنصر الهيليوم 3 بتكمل بعد كده كمان هي بتبقى حرة داخل قلب النجم، بتاخد حوالي مليون
سنة، وبتكون في الوقت ده متحمسة للاندماج. لكن زي ما بقول لك نواة ذرة الهيليوم 3 بتحتاج حوالي مليون سنة عشان تتحد مع نواة هيليوم 3 تانية ويكونوا نواة هيليوم 4 اللي هي أكثر استقرارا وبيجي منها أغلب العناصر الكيميائية. ولما بيتحدوا مع بعض بيكون عندنا 6 بروتونات عشان يكونوا نواة هيليوم 4 اللي هي فيها 4 بروتونات بس، بيقذفوا 2 بروتون وبيكمل نواة هيليوم 4 هي دي اللي بتكمل. طبعا في قلب النجوم زي ما قلنا زي الشمس بيفضل الوقود النووي بتاعها شغال دايما، ان هي بتحول الهيدروجين لهيليوم زي ما قلنا بالآلية اللي فاتت، بالرغم من ان كل بروتون بيحتاج حوالي مليار سنة عشان يتحد مع بروتون زيه، لكن مع مرور مليارات السنين بيبقى في تفاعلات شغالة كل ثانية. تقدر تقول ان الشمس والتفاعلات ديت عنصر الهيدروجين لما بيندمج علشان يكون الهيليوم بيفقد جزء من طاقة من الكتلة بتاعته اللي هي بتتحول لطاقة على حسب معادلة أينشتاين بتاعت النسبية. فتقدر تقول إن الشمس بتفقد حوالي 4.3 مليون طن من الكتلة في كل ثانية. كل ثانية الشمس بتفقد 4.3 مليون طن من الكتلة، بتحول 600 طن من الهيدروجين لحوالي أقل تقريبا من 596 طن من الهيليوم، وبينطلق فرق يعني 600 طن من 596 طن في 4 طن بيتحولوا لطاقة. هو ده وقود الشمس. نواة الهيليوم 4 زي ما قلنا أكثر استقرارا من نواة هيليوم 3، لأن بعد كده احنا بنسمي نواة هيليوم 4 بجسيم ألفا. وتقدر تقول إن نواة هيليوم 4 هي العامل الأساسي المكون لكل العناصر اللي في الطبيعة، اللي بعد كده هي اللي بتبني العناصر عن طريق جسيم ألفا أو اللي هو نواة هيليوم 4. كل ما يبقى العنصر مضاعف لجسيم ألفا أو نواة هيليوم 4 مثلا زي الكربون 12 أو أكسجين 4، أنت مثلا الكربون 12 بيحتاج 3 جسيمات ألفا أو 3 أنوية هيليوم 4 عشان يتكون، والأكسجين بيحتاج 4 جسيمات ألفا أو 4 أنوية هيليوم 4 عشان يتكون. كل ما العنصر يبقى مضاعف لجسيم ألفا من غير كسور بيبقى أكثر استقرارا، لأنه لو العنصر مثلا محتاج مثلا 9 بروتونات، فبالتالي بيبقى عندك هيبقى محتاج 3 جسيمات ألفا أو 3 أنوية هيليوم 4 يتحدوا مع بعض ويفقدوا البروتونات الزيادة. فحالة الفقد أو الاكتساب بتخلي العنصر مش مستقر تماما. لكن كل ما العنصر يكون مضاعف لجسيم ألفا أو مضاعف للنواة الهيليوم 4 بيبقى أكثر استقرارا. الحالة الوحيدة الشاذة في الموضوع ده هي نواة عنصر البريليوم 8، مع انه مضاعف لجسيم ألفا أو نواة هيليوم 4 لكنه عنصر مش مستقر. تقدر تقول انه بعد ما يتكون بيحتاج حوالي 10 أس سالب 19 ثانية بس، وبيتحلل بعد كده تاني وبيتحول لطاقة. بشكر أي حد شاف الفيديو. لو عجبك الفيديو تعمل له شير. والسلام.